السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم نصرا يتعجبوا منه أهل السماوات والأرض. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض الشوكولاتة الترندي اللي مكسرة الدنيا، وهي شوكولاتة دبي اللي الكل بيتكلم عنها. سعر القطعة منها 900 جنيه. طب حضراتكم نشتري القطعة الواحدة ب900 جنيه ليه؟ مثلا هاخد سهم في الشركة؟ ليه يا جماعة ندفع مبالغ يعني بالأسعار دي كلها في حاجة ممكن نعملها في البيت بأقل من كده أضعاف مضاعفة من السعر؟ هنعملها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة بمكونات بسيطة جدا ما فيهاش أي افتكاسات، وهتطلع معاكي جميلة جدا. تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان نشوف الطريقة. عندي طاسة هنزل عليها بربع كيلو من الكنافة. الكنافة هنا أنا عايزاها تكون متفتتة جدا، قطع صغيرة عشان نعرف نحشي بيها القوالب بتاعة السيليكون. حاولي تفتتي كده الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاولي تقطعيها كده قطع صغيرة، أو ممكن تحطيها في الفريزر وتبتدي تفتفتيها كده، هتبقى ناعمة جدا معاكي، أو ممكن في محضرة الطعام الحاجة اللي تريحك. أهم حاجة تكون ناعمة جدا وانتي بتستخدميها. هنزل عليها بمكعبين من الزبدة أو السمنة أو الزيت اللي يريحك، بس أنا هنا استخدمت الزبدة علشان أعزز من طعم الكنافة بتاعها. قلبي فيها كده لغاية ما توصل للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، ما تخليهاش تحمر أكتر من كده علشان طعمها ما يتغيرش. احنا عايزينها باللون الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وشايفين حبيباتها بقت صغيرة جدا. عندي معلقتين كبار من النوتيلا، أو ممكن تستخدمي زبدة اللوتس أو زبدة الفستق أو كريمة البيستاشيو اللي موجود عندك استخدميه. انا كان عندي نوتيلا بيضة استخدمتها. طبعا هفضل اقلبها. طبعا لو لقيتيها ان هي لسه محتاجة نوتيلا تاني او اي نوع اللي انت اللي استخدمتيه، زودي لغاية ما تلاقي كل المكونات اندمجت مع بعض. شايفين انا هنا حسيتها لسه، فضفت لها معلقة تاني كبيرة من شوكولاتة النوتيلا البيضة. على فكرة مش النوتيلا الأصلية دي يا جماعة، دي بديل النوتيلا، غالبا اسمها ميكسيتيلا. يعني الماركة اللي أنا استخدمتها دي اسمها ميكسيتيلا. عندي شوكولاتة بيضة، ما عنديش شوكولاتة بني، فما نوقفش عند حاجة. فاستخدمت معاها آه، معلقتين من الكاكاو. وطبعا لو حسيتيها لسه محتاجة فهتضيفي تاني. عندي معلقتين كبار من الزيت علشان يدوني اللمعة بتاعت الشوكولاتة. أهم حاجة نوع الزيت يا جماعة يكون كويس. هنا أنا استخدمت معلقة كبيرة من شوكولاتة النوتيلا علشان تديني طعم أحلى. وهنا حسيتها لسه لونها فاتح، فضفت لها معلقة كبيرة تاني من الكاكاو. الكاكاو ده يا جماعة كاكاو خام، اللي هو الكاكاو الأسباني. وطبعا لو مش عندك كده، أنا ما كانش عندي شوكولاتة بني فاستخدمت الشوكولاتة البيضاء الموجودة عندي وغمقت لونها بالكاكاو. انتي ممكن من البداية تشتري اللي هي الكاكاو الخام، الشوكولاتة الخام دي. ممكن تشتري ماركة دريم، أو ممكن تشتري اللي هي السايلة من عند العطار وتستخدميها. بس أنا كان موجود عندي شوكولاتة بيضاء فاستخدمتها. طبعا عندي القوالب السيليكون دي. طبعا هي المفروض بتعمل قطعة واحدة، بس أنا حاولت قدر المستطاع إن أنا أعمل فيها. استخدمي أي قوالب سيليكون موجودة عندك. مش عندك قوالب سيليكون ممكن تستخدمي العلب البلاستيك. يعني حاولي تتصرفي، ما توقفيش نفسك عند شيء معين. لو ما تقوليش إن أنا ما عنديش القوالب السيليكون دي يبقى أنا مش هعملها في أي حاجة. ممكن علبة بلاستيك تستخدميها. تمام. أنا بعد ما بردت تماما الكنافة حطيتها فوق الشوكولاتة. حاولي ما تجيش على الأطراف علشان لما ننزل عليها بالشوكولاتة من فوق تغطي كل الكنافة. هنزل عليها كده بالشوكولاتة من فوق، نغلفها كويس جدا بالشوكولاتة، وبعد كده هندخلها على الفريزر. يا دوب بس الشوكولاتة تتماسك وتمسك نفسها، نقدر نخرجها من القوالب السيليكون بكل سهولة. يعني فايدة القوالب السيليكون ان ما شاء الله بيطلع الشكل متناسق جدا. بتبقى شبه الحاجات الجاهزة، يعني بتبقى شبه الشوكولاتة الجاهزة. دي قوالب أنا موجودة عندي، انت ممكن تستخدمي أي حاجة موجودة عندك. بالنسبة للطعم يا جماعة، الطعم بتاعها صراحة يعني الواحد ما ينكرش إن طعمها تحفة. طعمها جميل جدا، ولكن مش بالسعر المبالغ فيه بالأرقام اللي احنا بنسمعها. 900 جنيه ليه؟ يعني حرام الأسعار إن ممكن في ناس تدفع حاجة بالسعر ده في حاجة، يعني سبحان الله. لا، أنا ممكن أعملها في البيت بأقل من كده أضعاف مضاعفة من السعر، وهتديني نفس النتيجة
أو مشابهة ليها، مش هنقول نفس النتيجة ولكن هنقول مشابهة ليها. شايفين القوالب السيليكون حلاوتها إن بتطلّع الحاجة مرسومة بالقلم ما شاء الله يعني. دي بعد طبعًا يا دوب ما كمّلتش ربع ساعة في الفريزر وكانت مسكت نفسها على طول. دي كانت عندي قطعة دارك استخدمتها، يعني عندي كانت شوكولاتة دارك استخدمتها، ودي طبعًا ال الشوكولاتة اللي إحنا عملناها مع بعض وضفنا لها الكاكاو. شايفين ما شاء الله، أنا هاشيل كل الزوايد دي تمام، عشان يبقى شكلها متناسق وأجمل. حاولي تشيلي الأطراف دي عشان تدّيكِ شكل متناسق. ما شاء الله يا جماعة يعني ما شاء الله جميلة، بس ما نشتريهاش ب900 جنيه، يعني حرام صراحة إن أنتم تشتروا حاجة بالسعر ده. شايفين أدي الكنافة ظاهرة منها، وزي ما قُلت أنتم ممكن تستخدمي زبدة اللوتس، ممكن تستخدمي زبدة الفستق، ممكن تستخدمي زبدة البيستاشيو اللي هُم مستخدمينها أصلًا في الشوكولاتة الأصلية، بس صراحة غالية جدًا، يعني ربع الكيلو بتاع زبدة البيستاشيو ب100 جنيه، يعني طَب حرام بصراحة. ولو كنتِ وصلتِ بقى معايا هنا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما ننساش برضه الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم نصرًا يتعجب من أهل السماوات والأرض. سلام عليكم. سبح بحمد ربنا له الفضائل والثناء، سبح كهاتك السور مطلعها يجلو النظر، سبحان في الإسراء عظيمة البهاء، تلك اليهود قد علت في قدسنا وأفسدت، وسورة الحديد ببأسه الشديد، سابق إلى الخيرات يا طالب الجنات، حشر بني النضير.